السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهات الفأس. والله انا لسه طالعة بدخل الباب، راحت البطة قايمة طالعة كده، وببص لقيت المنظر الجميل ده. والله انا اول مرة، او انا كنت مفكرة ان هي لسه قدامها يوم ولا اتنين. اللهم بارك، اللهم زد وبارك، ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان انا بقالي 3 مرات البيض بيبوظ بسبب تقريبا كده، حاسه ان هي حاجه نفس كده او حاجه. الحمد لله 3 بطات يرقدوا ويقوموا ما يطلعوليش اي حاجه، والبيض يبقى مليان وما شاء الله. بس اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم زد وبارك. نشوف فاضل بيض. دي اللي فيهم ما طلعتش، بس انا حاسه ان هي ما فيهاش صوت. حاساها شايفين اصلا لونها زي ما تكون معرقه مفرغه اهي. فتقريبا دي خلاص كده مش هتطلع، فهنستبعدها. هل نشوف البط الجميل ده هيتعالج؟ في حاجة هتعوز تتعرق ولا هو تمام؟ الحمد لله. لا هو ما شاء الله، بس انا حاسة ان هو محتاج شوية. شايفين، انا حاسة ان هو محتاج شوية ما شاء الله. فانا هسيبها عليهم شوية، اسيبها تدخل عليهم، وبعد كده هناخدهم ونبدأ يوم بيوم مع بعض استقبالهم وطريقة تربيتهم يوم بيوم. هم تمام، انا ممكن اخدهم عادي لان هم تمام على انه الجو كويس بس انا افضل ان اسيبهم واطلع لهم. احنا دلوقتي الساعة 2 او الساعة 3، بس انا افضل بس خلاص. بس انا افضل ان انا اسيبهم للعصر كمان، عشان هما شكلهم طالعين الصبح، لان انا كنت هنا امبارح اخر النهار وما شفتش حاجه تحتها، فهم ما لحقوش. فاللهم بارك، اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك. حاجه زي الفل، حاجه بسم الله ما شاء الله زي الفل. فاحنا هنشوف مع بعض ايه اللي هيحصل بقى مع بعض خطوه بخطوه. يا جماعة أهم حاجة الهدوء في رائد البط، أهم حاجة الهدوء الكامل، والدنيا تبقى تمام عند البطة. وتقعدي تشيلي في ولادها وتشيلي في البيض وتشوفي في البيض كل شوية. انت بتفقسي او بتشوفي البيض مرة واحدة وتسيبه لها، ممكن تشوفيه من مرتين لثلاثة. بس انا المرة اللي فاتت البط كنت بشوف مرتين وثلاثة. المرة اللي فاتت الدورين اللي فاتوا ما طلعليش منه اي حاجة، لاني شفته كم مرة، فانا شاكة ان ممكن تكون البطة خافت، ممكن مش عارف ايه. فلا سيبوها، وكل ورزقكم على الله. شايفين الجمال؟ انا بموت في البط الابيض، بموت فيه. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. هنجيب مع بعض. هي بصي هي كامله اهي، والبطه زي الفل وما فيهاش اي حاجه، هي ومتعرقه كويس. بس انا هسيبهم ساعه كمان ولا ساعتين تحت مامتهم، ونطلع على العصر ناخدهم ونشوف هنحضن ازاي ونستقبل ازاي. ربنا يبارك يا رب لكل اللي عنده حاجة ويرزقه منها خيرها، اللهم امين. لايك وشير بقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.